واوقات يا دكتور بنبقى فاكرين ان المشكله اللي احنا بنعاني منها ملهاش حل، لكن احنا النهارده عايزين نطمن كل المشاهدين اللي بيشوفونا وكل اللي بيسمع الحلقه قد ايه ان ما بقاش في مشكله دلوقتي موجوده في الاسنان ملهاش علاج ملهاش حل. كل حاجه صدقيني، كل حاجه بجد ليها حل، بتختلف بس هو راح للدكتور امتى. يعني زي ما قلت لك، لو راح بدري بيبقى بس الحل مثلا ممكن نعمل حشو، نعمل تنظيف بس، علاج لسه. لكن لو اتاخر، السنان اتكسرت، حصل حاجه، فالخطه العلاج بتصعب وبتبقى كوست اكتر على المريض بالزبط. بس كل حاجه ليها حل، اذا كان بالزراعه، بالتركيبات، بالحشوات، بس مجرد سكيلينج اللي هو التنظيف والعادي وخلاص. اكيد. طيب بنسمع كمان يا دكتور، او كنا احنا عارفين برضو زمان عن الحشو العادي، يعني اي حد بيحصل عنده مشكله او كسر ممكن، او مكان ممكن يكون فيه تسوس او حاجه، بيتم حشو الاسنان. لكن النهارده بنسمع عن حشو تجميلي، ايه الفرق ما بينهم يا دكتور؟ زمان كنا بنعمل دايما حشوات بحاجه اسمها امالجم، اللي هو الحشو المعدن. كان كويس قوي، وكانت المزايا بتاعته ان هو بيعيش كتير. بس دايما لونه وحش، بالذات لو بيشنت عمل سنتين او 3 جنب بعض، فمجرد ما بيفتح بقه وهو بياكل كده، ايوه كانها في تسوس برضه، كانه في حاجه غلط في البق، اللي هو لون اسود. بس الجديد ان احنا بقينا بنعمل حشوات بلون السنه اللي هو الكومبوزيتس. بس هي دي برضو كان فيها برضو مشكله شويه، ان هي دايما عندها حاجه اسمها لو وير ريزيستنس، ان هو بيحصل لها تاكل بسهوله، بالذات لو الاوبوزنج او اللي قدامها الناحيه الثانيه كراون. فمجرد سنه سنتين بتلاقي كل حاجه هبطت، يعني الحشوه نفسها لو مثلا كانت 7 مللي مثلا بقت 5 مللي بتتاكل. فحلوا الموضوع ده ان بقينا نعمل حشوات اندايركت، اللي هو الاي ماكس، اوفرلاي، انلاي، حاجات بتبقى الحشوه بس كأن انا بصنعها في المعمل، او انا حرفيا بصنعها في المعمل، باخد مقاس او بعمل سكان لمكان الحشوه وبجهزه في الكات كام اللي انا قلت لك عليه بس، وباجي الزقه على طول. كديزاين طبعا بيبقى احسن، الشيب بيبقى احسن، مفيش تاكل يعني بيحصل يعني الوير ريزيستنس بتاعته اعلى بكتير من الكومبوزيت، بس بيحصل برضه بس اعلى بكتير. بس هل ينفع لو حصل بعد فتره طبعا، او لا قدر الله يعني مشكله تحتيه، هل بيكون سهل ان احنا نشيل حاجه زي كده زي الحشو العادي، ولا بيبقى طبعا بتشال بسهوله جدا، يا اما بالليزر مثلا لو عاملينها اي ماكس، هي دايما بتعمل اي ماكس عامه، بتشال بالليزر، يا اما يعني كاني بشيل التسوس او بشيل حشو قديم. يعني كمان ما فيهوش صعوبه خالص في الازاله زي الحشو اللي احنا كنا بيبقى اسهل للمريض ان هو لو انا هعمل حشو تجميلي في العياده، بقعد كتير، يعني ليها بريكوشنز معينه، ان انا لازم احط حاجه اسمها رابر دام، اعزل، وبعدها ابتدي اجمل الحشوه، وبعدها اعمل، يعني بتاخد خطوات كتير. لكن والبيشنت بيفضل قاعد كل ده فاتح بقه. لكن الجزء الثاني لو انا هعمل لها سكان والبيشنت هيمشي خلاص، هو انا بعمل لها سكان واحط تمبري مثلا، البيشنت بيمشي، بيجي المره الجايه بيستلمها. هايل. فالموضوع بقى اسرع قوي، وكمان هي بتعيش اكتر واجمل، فالموضوع بقى بيفرق مع البيشنت بصراحه. يعني تقنيات حديثه وسريعه واسهل للبيشنت بشكل حلو جدا، وبتدي نتائج هايله. لكن هل بتكون برضو سهله بالنسبه للدكتور كمان في الاستخدام معاها، ولا بقت التقنيات محتاجه خبره، محتاجه ريسيرش كل شويه، محتاجه يعني حضرتك تشتغل على نفسك اكتر عن الفتره اللي قبل كده؟ طبعا هي محتاجه خبره، بتبقى خبره جامده، وكمان خبره الفني او الدكتور اللي هيبقى في المعمل اللي هيعملها ديزاين، عشان هو لازم يبقى يعني تبقى مقفله جامد جدا، تبقى مع الاوبوزنج مظبوطه، تبقى ما فيش اي سن تلاك ما بينها وبين السن، عشان ما تحشرش اكل، ما يرجعش تسوس منها. فبتحتاج ديزاين يعني من حد شاطر.